السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة دار السمان. هاد الأيام الإخوان تقريبا كاع الرسائل اللي كتوصلني كتهضر على نفس المشكل، السمان وقف البيض. وهذا الشيء طبيعي مع موجات الحرارة، ولكن المشكل ماشي هو الصهد بوحده، المشكل هو الطريقة اللي كتعاملوا بها مع الصهد. قبل ما نبداو كتبوا لي في التعاليق منين كتفرجوا وشحال واصله الحرارة عندكم اليوم، بغيت نقارن المناطق ونشوف فين كاين أكبر تأثير. اول حاجه خاصك تعرفها، السمان ما كيعرقش بحال الانسان، ومنين كتطلع الحراره كيولي كيلهث ويفتح فمه باش يحاول يبرد الجسم ديالو. يعني الطاقه اللي كان غادي يصيفطها للبيض كتولي مخصصه غير باش يبقى الطائر مرتاح ويبرد راسو، وهنا كيبدا الانتاج كيهبط. ولكن دابا غادي نقول لك اول خطا قاتل. بزاف ديال المربين منين كيشوفوا السمان كينقص من الماكله كيزيدوا يعمروا العلافات. واش عارفه شنو كيوقع؟ العلف كيسخن والسمان اصلا ما عندوش الشهيه ديال الماكله، وبالتالي لا كياكل ولا كيستافد، والعلف اش كيوقع ليه؟ كيضيع. الحل هو تقديم العلف بكري مع الفجر او مع المغرب ملي كيبرد الجو. غير هذا التغيير البسيط بزاف ديال المربين لاحظوا معاه تحسن في استهلاك العلف. بغيت نحكي لكم واحد القصه قصيره وقعت مع واحد المتابع ديال قناه دار السمان. اتصل بيا وقال لي السي عبد المجيد، السمان عندي وقف والبيض تقريبا كامل تحبس، وظنيت باللي عنده مرض خطير داخل القطيع. سولته اول سؤال، شحال واصله الحراره عندكم؟ قال لي تقريبا 38 درجه. ومن بعد سولته شحال مره كيبدل الماء؟ قال لي كنبدلو مره واحده في النهار. وسولته فوقاش كتعطيهم العلاف؟ قال لي في الظهر. من هنا عرفت ان المشكل ماشي مرض ولكن اجهاد حراري مع بعض الاخطاء البسيطه في التسيير. نصحته يبدل الماء اكثر من مره ويقدم العلف غير في الصباح بكري او مع المغرب ويحسن التهويه. وبعد ايام رجع اتصل بيا نفس الشخص وقال لي بالحرف الحمد لله الانتاج بدا كيرجع تدريجيا. هاد القصه كنقولها لكم باش تعرفوا ان اول حاجه خصنا نقلبوا عليها هي طريقه التربيه قبل ما نفكروا في الادويه. ولكن مازال ما وصلناش للسبب اللي كيغفل عليه الجميع. نشوفوا السقايات ديال الماء او الشرابات، واش الماء اللي فيها بارد ولا سخون، حيت السمان في الصيف كيشرب اكثر من المعتاد وهذا طبيعي، واذا كان الماء سخون كيولي يشرب اقل والجسم ديالو كيدخل في الاجهاد بسرعه. يعني في هذه الحاله كيفاش خصنا نتصرفوا؟ يعني ديما نزيدوا شويه ديال الماء بارد لهذاك الماء اللي في هذوك السيترنات اللي كيزودوا الشرابات باش يبقى ديما محافظ على واحد شويه د البروده باش السمان يستافد منه. انا كنبدل الماء اكثر من مره في النهار وكنخليه دائما نقي. واذا كان عندك الكتروليت او فيتامين سي مخصص للطيور استعملوه على حسب التعليمات، لانه كيساعد على تعويض الاملاح وتقليل تاثير الحراره. وكاين واحد الحاجه اخرى كنشوفوها كتتعاود كل صيف عند بزاف ديال المربين. اول خطا هو انهم كيبدلوا نوع العلف مباشره، ومع ان المشكل ماشي في العلف. ثاني خطا هو الاكثار من الفيتامينات والمكملات الغذائيه بشكل عشوائي على امل الانتاج يرجع بسرعه، ولكن كثره الاضافات بلا سبب ما كتكونش دائما هي الحل. وثالثا خطا هو كثره الدخول الكوري وتحريك الطيور، خصوصا في الوقت اللي كتكون فيه الحراره مرتفعه. السمان في هذه الفتره كيحتاج الهدوء اكثر من اي حاجه اخرى، لان اي توتر اضافي كيأثر مباشره على الانتاج ديال البيض. يمكن دابا شي واحد يسول، الا طبقت هاد النصائح كامله كيفاش غادي نعرف ان السمان بدا يتحسن؟ كاينين علامات بسيطه خاصك تراقبها. اولا غادي تلاحظ ان السمان رجع كياكل بشهيه احسن وما بقاش كيلهث بنفس الطريقه. ثانيا الحركه ديالو غادي تولي اكثر نشاط وكيبان مرتاح داخل القفص. وثالثا عدد البيض غادي يبدا يطلع شويه بشويه تدريجيا، وما خصناش نستعجلوا بالنتيجه من اول نهار. المهم هو انك تراقب التحسن يوم بعد يوم وتخلي الطيور تاخذ الوقت الكافي باش ترجع لطبيعتها. دابا بغيت نسولك سؤال، واش عمرك دخلتي للكوري في الظهر ولقيتي السمان كامل فاتح فمو؟ اذا وقع لك هذا الشيء راه خاصك دابا تشوف التهويه، وهنا كيوقع الخطا الثاني وهي من الكثافه. وغادي نلاحظوا ان الطيور ولات اكثر راحه. ودابا وصلنا الاخوان للنقطه اللي بزاف ديال الناس كينساوها وهي الاضاءه. السمان البياض كيحتاج تقريبا ما بين 14 و 16 ساعه ديال الضوء باش يحافظ على انتاج مستقر. اذا نقص الضوء كيقدر ينقص البيض حتى الا كان العلف ممتاز وتوفرت جميع الشروط. واستعمال مصابيح الليد الاقتصاديه كيبقى حل مزيان.
علاش؟ لانها كتستهلك قليل وما كتطلعش حراره كبيره. ودابا غادي نوصل معاك للحركه اللي وعدتك بها في بدايه الفيديو. اذا بغيتي تعرف واش المشكل فعلا من الصهد، ما تبدلش 5 حوايج مره واحده، بدل غير حاجه بحاجه، وبدا بالاولى وخليها يومين او 3، وسجل عدد البيض كل نهار، من بعد دير التغيير الثاني وراقب النتيجه. بهذه الطريقه غادي تعرف السبب الحقيقي، وما غاديش تصرف فلوسك على حلول ما عندها حتى علاقه بالمشكل الاصلي. وهذه هي الطريقه اللي كنخدم بها انا شخصيا، وكننصح بها اي مربي. قبل ما نختم بغيت منك تجاوبني على سؤال واحد: شنو هو اكبر مشكل كتعاني منه دابا؟ ناقص البيض، ولا القشره رقيقه، ولا السمان ما بقاش كياكل؟ كتب لي غير رقم في التعليق. وقبل ما نختم الاخوان، عندي طلب صغير منكم: اكتبوا لي في التعاليق شنو هو اكبر مشكل كيعاني منه السمان عندكم، سواء كان توقف البيض، الامراض، ضعف النمو، او اي مشكل اخر. غادي نقرا جميع التعليقات ونختار اكثر مشكل تكرر بينكم، وغادي نخصص ليه الفيديو الجاي بالتفصيل ان شاء الله، خطوه بخطوه، مع حلول عمليه ومجربه. يعني التعليق ديالك ممكن يكون هو سبب الفيديو القادم، لذلك ما تبخلش علينا برأيك، وخلي رأيك يوصل لأكبر عدد من المربين. إلا استفدتي من هذا الفيديو ما تبخلش علينا بلايك، واشترك في قناة دار السمان، وفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. وإذا عندك شي صاحب يربي السمان، بارطاجي مع هذا الفيديو، يمكن تنقذ ليه الإنتاج ديالو في هذا الصيف. كان معكم أخوكم عبد المجيد من قناة دار السمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا في الفيديو الجاي إن شاء الله.